هنتكلم الآن عن سبب اعتذار حسن يوسف عن مهرجان الجونة. واجه الفنان حسن يوسف الشكر لإدارة مهرجان الجونة التي أكدت للعالم العربي والعالم أجمع أن هناك فنا مصريا يظهر في مهرجان عالمي مقام على أرض مصر. وواجه يوسف خلال دخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذيع عبر فضائية الحدث اليوم النقد بسبب عدم دعوته بشكل لائق العام الماضي، حيث تمت دعوته عن طريق الفنانة بشرى التي تحدثت هاتفيا مع نجله عمر حسن يوسف. وأضاف يوسف إن بشرى قالت لنجله إن المهرجان تأخر في الدعوة، لذا سيحضر الفنان حسن يوسف ونجله ليجلسا في غرفة معا، فرد عليها مطالبا بسويت كبير مثل باقي النجوم فلم توافق، مما دفعه للاعتذار لها عن تبليغ والده هذا الأمر. قدم الاعتذار نيابة عنه، ولما بلغني قلت له برافو عليك إنك اعتذرت. وتابع يوسف: أنا لا يهمني أن يدعو المهرجان أي شخص، ولكن أريد أن تظهر السينما المصرية بمظهر مشرف، وهذا فقط ما أرغب فيه. ويذكر أن عدد من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء الجمعة الماضي بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرى، ليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندا علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا وزوجها أشرف زكي، وهاني رمزي وزوجته، وإلهام شاهين، وهلا صدقي، ومنى شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجمانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ديب. ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان جونة السينمائي شعار سينما من أجل الإنسانية، حيث يقام وسط داعيات فيروس كورونا، فيروس كورونا الذي احتاج العالم مؤخرا بسبب تعطيل كل مناحي الحياة، على رأسهم توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية. نحن بدورنا نقول للفنان حسن يوسف: انت فنان عظيم وربنا يوفقك، وانت فنان لك اعمال جميلة. ودي كانت حكايتنا عن الفنان حسن يوسف ومهرجان الجونة.